أهلا بيكم في حلقة جديدة من بودكاست وعي. ليه دايما بنشتكي إننا بنقابل نفس الشخصيات في حياتنا؟ ليه بنحس إن قصصنا بتعيد نفسها كأنها نسخة طبق الأصل بس الأبطال هما اللي اتغيروا؟ الحقيقة الحقيقة اللي بنهرب منها كتير هي إننا مش بنجذب اللي احنا عايزينه، احنا بنجذب اللي احنا عارفينه ومبرمجين عليه. الوعي بالعلاقات مش إنك تدرس الشخص اللي قدامك، الوعي الحقيقي هو إنك تفهم أنت بتتحرك إزاي جوه العلاقة دي، وليه بتختار اللي بيوجعك وأنت فاكر إنك بتدور على السعادة. في العلاقات الوعي بيبدأ لما نبطل نلعب دور الضحية، دور الضحية اللي الظروف رمتها في طريق ناس غلط. الوعي هو إنك تسأل نفسك أنا ليه سمحت لده يحصل؟ إيه الجزء اللي جوايا اللي لقى أمانه في عدم التقدير ده؟ ساعات بنبقى واعيين جدا بعيوب الطرف التاني وشاطرين قوي في تحليل تصرفاته، لكن بنعمة عن وعينا بنفسنا. الوعي هنا معناه إنك تشوف صورتك في مراية العلاقة وتعرف إنك لو مش واعي بقيمتك هتفضل تنجذب لكل حد بيأكد لك إنك مش كفاية. العلاقات مش بس كلمتين حلوين وخروجة، العلاقات هي خيوط خفية من ذكرياتنا ومخاوفنا القديمة. لما بنكون مش واعيين بنخلي طفلنا الخايف اللي جوانا هو اللي يسوق المركب، فبيختار حد يشبه جروحنا عشان يحاول يداويها، وللأسف الجرح بيزيد. الوعي بيخليك تقص الخيوط دي كلها، بيخليك تلاحظ لما تبدأ تضحي بزيادة عشان خايف تتساب، أو تبعد بزيادة عشان خايف تتوجع. الوعي هو اللي بيقولك استنى، ده مش حب، ده احتياج قديم انت لسه ما شبعتوش من جوه. عشان علاقاتك تنور محتاج تبدأ تمارس الوعي ده في 3 مواقف. وقت الخناق، بدل ما تهاجم اسأل نفسك ايه اللي وجعني بجد في الكلمة دي، الوعي هيخلي رد فعلك أهدى وأرقى. وقت الاختيار، الوعي هيخليك ترفض الشخص المبهر لو حسيت انه مش بيديلك الأمان اللي انت تستحقه. الوعي بيقوي الحدث بتاعك. وقت الوحدة، انك تكون واعي ان وحدتك مش نقص، لكن هي فرصة تملى فيها خزانك بنفسك، عشان لما تدخل علاقة تدخلها وانت كامل مش وانت بتدور على حد يكملك. في النهاية عايزة أقولكم إن العلاقات الراقية مش هي اللي ما فيهاش مشاكل، هي اللي فيها شخصين واعيين بنفسهم قبل ما يكونوا واعيين ببعض. التغيير اللي بتتمناه في شريك حياتك بيبدأ دايما من النور اللي هتفتحه في أعماقك انت الأول. وافتكروا دايما وإن وعيك بنفسك هو اللي بيحدد مين يدخل حياتك ومين يخرج منها، ومين اللي يستاهل يكمل المشوار جنبك. أشوفكم في حلقة جاية وقلوبكم دايما مليانة وعي وحب.